قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هاي جايز، كيفكم يا فراشات؟ يلا تكونوا طيبين. اليوم بسوي معاكم مقطع راح اسوي لكم سكنات القزم مرة حلوة وكيوت. فطبعا عشان تعرفون السكنات وايش راح تكون كملوا المقطع للنهاية. فقبل بداية المقطع لا تنسون دعموني بزر اللايك، تشتركوا في القناة وتفعلون جرس التنبيهات. صلوا على النبي. يلا نبدأ مشاهدة ممتعة. طبعا يا جايز بحاول اني اخلي ان المقطع يكون يعني راح احاول اني اخلي الشرح يكون مو مرة مفصل. يعني بحاول اني اختصر عليكم، بس كثير يا جايز طلبوا مني هذا السكن، فراح اسوي لكم اياه بشكل يعني بطريقة سهلة. عرفتوا؟ يلا. طبعا اول شيء راح نبدأ بالفستان. هذا هو الفستان. هذا اسمه طبعا تكتبونه، او يعني عشان ما تكتبون تقدرون تروحون هنا. يا ربي نسيت دقيقة وين. ايوه عند الفستان وتنزلون تحت وتلاقونه. دقيقة خلوني ادور لكم اياه. ايوه هذا هو. تروحون عند التنورة هنا، تنزلون تحت تلاقون ذا الفستان. الحين عند الطوق او شباصة الشعر او اللي تسمونه يعني. طبعا يا جايز طلع اني ما اقدر اجيب يعني ما اقدر اطلع الاسعار حقت الشعر والهذا، فراح اجيب لكم بدائل ثانية ويكون شكلها مرة حلو وكيوت. فيلا. اول شي راح نبدأ بالشعر. راح تكتبون هذا الكلام يعني. طبعا الطاق راح تختارون هذا. شوفوا يا هذا لانه مرة كيوت ويناسق، يا هذا او تختارون هذا. طبعا ما تكتبون شيء، بس تروحون عند الطاقية وتختارون. فأنا بختار اللي هو هذا الطاق. الوجه. الحين نبدأ بالوجه. الوجه تختارون هذا الوجه مرة حلو، حسيته مرة يناسب الصراحة، يعني حتى يمكن يناسب أكثر من الفيس اللي أنا خسرته. الله يا جاز مرة يتجنن. شوفوا مرة حلو. الحين الشعر تنزلون تحت تختارون هذا الشعر مرة يجنن حرفيا. هذا الشعر مرة يعجبني بشكل مو طبيعي. دقيقة. بعدين تروحون الصالون وراح اوريكم تصبغون اي لون يعني. اوكي تصبغون لون ابيض. نشوف شكله. الصراحة لا مو حلو. خلونا نغمق اللون شوية ونحط. شوف. الله هذا مرة حلو. لا والله غامق. لا دقيقة هو كذا. اوكي جايز خلونا كذا. شوفوا اقسم بالله جايز عجبني الصراحة اكثر من اللي قبل. مرة حلو. ايش رايكم؟ حرفيا مرة يجنن بشكل مو طبيعي. مرة حلو. طبعا يا جايز هذا هو اول سكن. اعطوني تقييمكم تحت في الكومنتات. والحين خلينا ننتقل للسكن اللي بعده. طبعا يا جايز كمان في نقطة لسه ما قلت لكم اياها. طبعا انا دائما بعض الاحيان يعني لما اجي اكتب هنا ما يرضى. عرفتوا؟ فقلت اليوم راح اسوي سكن، يعني سكنات من الاشياء اللي موجودة عندي، عشان يعني ما اتعبكم اقول لكم يلا اكتبوا. فنطلع شيء من الاشياء اللي يعني محدودة، يعني هذا شيء محدود. عرفتوا؟ فبدون ما نكتب بدون ما نسوي شيء. فيلا نشوف ايش يطلع معنا. اول سكن صراحة كان حلو وعجبني اللي هو هذا. الحين يلا خلونا نسوي السكن اللي بعده. فيلا اول شيء خلونا نشيل كل شيء هنا. طبعا عادي اذا كان في تكررات في الوجه او الشعر او يعني اعذرونا. يلا. اوكي اول شيء راح ابدأ فيه اللي هو الشعر. ندور شعر مناسب وحلو للسكن اللي راح نسويه الان. طبعا راح احط هذا الشعر. صراحة مرة حلو عجبني، وكمان انا صراحة من النوع اللي مرة احب هذا النوع من الشعر. دايما يطلع حلو. طيب الحين
ويت. الصراحة يا جايز حبيت في خيارات مرة كثيرة، شوفوا مرة حلو الصراحة، فيعني كويس لقينا شي يعني. الله هذا يجنن. لا خلاص، هذا مرة عجبني، مرة حلو. اوكي خلاص اخترت هذا الشعر. الحين يلا خلينا نختار الوجه. ليتس جو. الوجه الصراحة ما اعرف، بس خلينا ننزل تحت ان شاء الله. هذا مرة كيوت. تدرون هذه مرة ما ادري ليه احس فيها كذا نظرة شر، ما اعرف اذا انا احس لوحدي ولا لا، ما ادري احس فيها نظرة شر. ممكن هذا الوجه. الله سو كيوت. خلاص هذا انا ما ادري، صدق ما ادري. اوكي خلاص. يوي اقسم بالله هذه الوجيه لو كانت في الحقيقة يمكن اكلها، حرفيا كمية براءة بشكل لا يوصف. اوكي هذا الحين يلا يا جايز خلينا نختار اللبس. صراحة هذا شيء جدا صعب، لأنه هنا أحس الأشياء أبدا ما تنفع لسكنات الأطفال الكيوت. صدق ما أعرف إذا أنا الوحيدة اللي أحس كذا ولا لا، يعني جدا الخيارات محدودة. عرفتوا؟ عرفت والله عرفت. تدرون والله عرفت. يلا بوريكم. الله ايش رايكم بهذه الفراولة؟ ياي مرة حلو، بس لازم نكتب nothing عشان نقدر ناخذها. يا ربي. طيب راح اروح هنا وبنزل تحت وراح اختار. نشوف هذه البلوزة او الثانية، ما اعرف والله نسيت. ايوه هذا. اوكي اخترت هذا اللي يعني لا شيء. والحين راح اروح هنا وراح اختار من الاشياء الموجودة. ويت، هذا هو. راح اختار هذا الفيونكة البينك، وبيكون هذا السكن الثاني. خلصناه يا جايز. مرة عاجبني صراحة. فعلا تقدرون تصنعون شيء من يعني كيف اشرح لكم؟ تقدرون تصنعون شيء والاشياء تكون محدودة، يكون مرة شيء حلو. عرفتوا؟ مرة حلو صدق. يعني يعني اللي يبغى يسوي سكن زيي، بس انه بعض الأحيان ما يعني الكتابة تخرب معه وكذا، يعني يقدر يسوي. شوفوا مرة يجنن، اقسم بالله مرة حلو لدرجة تشوفوا الحين بحفظه. الحين مرة حلو، اقسم بالله مرة حلو. الحين بنسوي السكن الثالث. يلا ليتس جو. يلا يا جايز السكن الثالث. بس دقيقة نشيل الشعر، الفيونكة واللبس. يلا ليتس جو. خلونا نشوف هذا الشعر. صراحة لا، ما أبغى هذه المرة نفس الشعر. أحس إني أبغى أغير الستايل. الحين بسوي شيء مرة مبتكر وحلو جديد. يعني كيف مبتكر؟ يعني كيف أشرح لكم؟ الشيء هذا بيكون مرة حلو، كأنكم كذا جبتوا أكثر من شيء وكتبتوا كذا. عرفتوا؟ يلا. وين الشعر الأسود اللي توا كان هنا؟ يعني إيش اختفى يعني؟ سبحان الله، إن كنت أبغى اختفى. يلا ندور. أوكي هذا الشعر. الحين راح أروح هنا عند السويتر وراح أنزل تحت. راح أختار هذا. الصراحة هذا يبغى كتابة صدق، بس يعني نحاول ندور. قهر الصراحة والله يبغى كتابة، بس يلا عادي، لازم ندور، لازم نضبط. الله هذا حلو، حبيت والله، ما احتاج كتابة. طيب الحين الوجه. راح اختار هذا. صراحة مرة عجبني. الشعر صراحة ما ادري، محتارة اغير ولا لا. اللي وربي مرة كيوت، حبيت جايز. وربي مرة كيوت، حبيت يجنن. طبعا بعد ما اخلص السكين يعني بسوي شوي مداخلات وبروح العب مع الناس كذا. يعني حبيت انه ما راح يكون بس سكين. شفتوا؟ اقسم بالله يقهر. احس اني ما ابغى ازيد واحط طاقية، او اقول يلا نحط. ايش رايكم نحط الفيونكة؟
لا الصراحة أبدا ما تنفع أبدا، بس ندور شيء مناسب. الصراحة الشيء الوحيد اللي حسيته مناسب، نشوف هذه. صراحة صدق الشيء الوحيد اللي حسيته مناسب هذا. ويت، ايش رايكم؟ لا 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 لا، احس مسوي زحمة. خلاص بدون. يا جاز حرفيا مرة حبيت بشكل مو طبيعي. خلينا نروح الشات نشوف الناس ايش قاعدة تتكلم وقاعدين يتهاوشون ما شاء الله. حرفيا انا ما ادري حظي ولا ما ادري وشو، كل ما دخلت ما بالبيوت الاقي ناس تتهاوش. يلا الحين خلونا ندور او ايش رايكم نلعب؟ خلاص انا ابغى اعيش حياتي طبيعية، ابغى اعيش حياة الحرية، ما عندي لا ولا شيء. خلاص خلوني بس كذا العب وافرح واسرح وامرح كذا بس، ويكون عندي اختي نفس جوي كذا يعني. عرفتم؟ انا احس اشوف ريحة متابعيني هنا راح يصيرون اخواتي ان شاء الله. والله ما ادري، ما ابغى اهبد واسوي انه لا شكلها ما عرفتني يعني، بس اوكي. خلونا نروح نشوف البيوت اللي هنا، نشوف في احد ولا ما في احد. يويو، خلينا نروح البيت يويو. الله في اطفال على جوي ابغى اصفقهم. يا ربي، او ماي جاد سو كيوت. تدرون انا عندي مرة حيلة حلوة. تكوني امي. او ماي جاد جايز صراحة ما توصل، معلش قلة ادب. سلمى تطردني، انا لسه حتى ما تكلمت عشان تجي تطردني. سلامات، بقول عليه الباند. هذه شكلها شافتني فغارت، تعرف ذي الحركات. نقول لها ليه الباند ما شاء الله، وعادي تطرديني يعني. لا مو هذه، واضح ان هذيك جايز يعني وحدة غيورة خايفة اني انا اخذ مكانها. ما بدي اظلم البنت، بنشوف ترجعني ولا لا. تكوني اختي. ليه الباند؟ نشوف ايش راح ترد. الله هذه جوي قزمان زيي، مو نفس هذولي. ايوه طرق. امزح امزح والله امزح معليش. هلا عيوني تفضلي. خلوني يلا ادخل البيت ويلا نستلم تخريب. انا الصراحة ناوية على شر، ابغى اخرب يعني. صدق امزح. ما ابغى القم باند صدق. خلينا نلعب كرة سلة، واذا اذا جبتها توصلون ذا المقطع 1000 لايك. لا وش 1000، توصلون ذا المقطع 5000 لايك. صراحة مستحيل بس انتو قدها يعني. خلينا نطلع عند ماما يعني. الصراحة جايزة بختم المقطع كذا يعني بسرعة يعني، ما ابغى اطول عليكم، بس يعني حبيت كذا اسوي تدخل بسيط انه يعني ادور وزي كذا معاكم. صراحة مو من عادتي يعني، دايما اخلي المقطع كذا سكن ما ازيد على شيء، بس المرة قلت بغير شوي. طبعا يا الله، لا هذه يويو استغفر الله، انها متكبرة جدا. لماذا الباند؟ ماذا فعلوا لك؟ تدرون، يلا خلوني اخرب لا الصراحة ما ابغى مشاكل مع الناس، امزح معاكم بس. والله يا جاز بس والله بختم المقطع ان شاء الله ان المقطع ما يبغونك. لا انا ابغاك ما عليك افا. بقول له عليه وبس. والله يا جايز في ختام هذا الفيديو لا تنسوا تدعموني بزر اللايك، تشتركون في القناة وتفعلون جرس التنبيهات. صلوا على النبي. يلا صلوا على النبي صلوا على النبي. بس والله باي، احبكم.